السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. كل سنة وانتم طيبين. العيد قرب. انا قلت لكم من هنا لحد العيد احنا مع بعض هنعمل فرد للشعر، وهنعمل باديكير، وهنعمل كل البدائل الرخيصة بأقل إمكانيات. كل البنات عايزة تروح تعمل تنظيف بشرة عند الصالونات. انا بقول لك ما تروحيش في اي حتة، الموضوع مش مكلف، وبعدين في الصالون مش بيجيب نتيجة. وانا هقول لك النهارده على وصفة حلوة قوي 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 قوي. اقسم بالله ده ترند كوري مكسر الدنيا. شفتي يا جماعه الكوريات قد ايه بشرتهم ناصعه البياض، وخدودهم منتفخه وعامله زي الملبن كده وجلوي ونضره. تعالي بقول لك بيعملوا ايه. اول حاجه قبل اي حاجه خالص، انا مش بحب البخار. ليه؟ علشان بيوسع المسام. انا مش بحب البخار. لو انت ماشيه على وصفاتي وبتستخدمي الغسول والحاجات اللي انا بقول لك عليها، مش هتبقي محتاجه بخار ولا فتح مسام. تمام كده. طيب بما ان احنا مش هنعمل بخار، اللي عايزه تعمل بخار يا جماعه يعني مفيش 3 دقايق البخار. في البراد او في الكاتل بتاعك، مش شرط تجيبي لي جهاز. في الكاتل بتاعك وحط فيه شويه بابونج وقشرتين ليمون وافتح المسام. الكلام ده للناس اللي هي مش ماشيه على وصفات، او مش بتعمل سكراب على طول، ومش بتنظف البشره. لو انت ماشيه على وصفات وبتنظفي بشرتك اول باول، الموضوع بالنسبه لك مش محتاجه تعملي بخار. اللي هقولهولك ده تنفذيه بالحرف الواحد. انا انا كاماني بعملها بدقيق الذره. انت عايزه تعمليها بالشوفان ماشي، عايزه تعمليها بالسميد بتاع البسبوسه برضو ماشي. معلقه او معلقه ونص بالكتير على معلقتين لبن، وتقلبي كويس ميكسك الجميل، وتفركي بشرتك كويس جدا جدا جدا. هتشطفي بشرتك وتسيبيها منديه. هتجيبي لي طبقه زيت جوز الهند كده حلوه قوي، طبقه حلوه حلوه يعني. تفرديها على بشرتك وتسيبيها لي 3 4 دقايق. وبعدين بايديكي مساج بسيط كده، بسيط بسيط كده، تك 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 تك. برضو تشتغلي على بشرتك كمان 5 دقايق. ما تغسليش، مش عايزاك تغسلي. فاكره الغسول اللي احنا عملناه، اللي هو بصابونه نابلسي شاهين، او صابونه نابلسي شاهين نفسها، او صابونه الغار، او صابونه الجريسلين. اي صابونه او اي غسول عندك من غير ما تغسلي زيت جوز الهند، هتاخدي من الغسول وبرضو تغسلي بشرتك ولسه عليها زيت جوز الهند. هنشطف بقى، صح؟ هتشطفيه الاول بميه دافيه او فتره، وامسحي وشك بقطنه ولبن. امسحي وشك بقطنه ولبن حليب، وبعد كده اشطفي ووشك مندي. هترطبي بايه؟ هترطبي بايه بقى؟ هرطب بكريمنا المرطب وعليه سنه صغيره من الفازلين. ده في البشره العاديه خالص. البشره الجافه هتزودي الفازلين شويه عشان يحبس الترطيب. ازيدك من الشعر بيت، لو ما عندكيش فازلين حطي نقطتين جريسلين بس. اوعي تخرجي بالوصفه دي، يعني ما تعمليش الوصفه دي الصبح وتخرجي. انا كل وصفاتي بتتعمل بالليل، كل وصفاتي بتتعمل بالليل. الترطيب يا جماعه اهم حاجه في الوصفه، واهم من الوصفه نفسها. النهارده جالي سؤال حلو، بتقول لي انا عايزه ارطب تحت عيني. حبيبتي ما هي عينيكي مش في وشك، ما عينيكي في وشك، رطبي بمرطبك العادي تحت عينيكي. وفي واحده النهارده قالت لي ان انا في قشر في حواجبي، ما هو ده قله ترطيب برضو. يا جماعه الترطيب بيحل اكتر من 80% من مشاكل البشره. لو انت رطبتي كويس مش هتبقي محتاجه اي حاجه. والوصفه اللي بقول لك عليها اللي هتطبقيها دي، اللي احنا عملناها دي، هتطبقيها على ايديكي وعلى رقبتك، هتلاقي ايديكي ورقبتك ولا اروع من كده. انا بقول لك ليه ايديك ورقبتك، لان هم دول رقبتنا مش باينه، نعم، بس ايدينا باينه، فلازم ايديكي تبقى نفس درجه وشك. تمام كده. الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. الوصفه اللي جايه هنعمل بديل الوصفه الفلبينيه. في ترند شغال كده فلبيني بيخلي برضو البشره حلوه قوي قوي، بس هو 7 كريمات. انا بدور لك على ال7 كريمات دول بدائل مصريه، وطبعا لازم ادور على ارخص بدائل مصريه، فلازم يعني الموضوع هياخد مني جهد شويه. تمام كده. شكرا على ثقتكم الغاليه، ميرسي جدا 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 على كل حد بيقول لي كلمه حلوه، ميرسي على كميه الكومنتات الايجابيه، ربنا يخليكم. واتمنى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. الفيديوهات اللي جايه عايزه اقول لك بصي، من هنا لحد العيد ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ويبلغنا العيد على خير، هتلاقي احلى وصفات في الدنيا. جربي، يلا بينا.